السلام عليكم، معكم مصطفى بصالح. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأفضل صحة وسلامة يا رب. بزاف ديال الناس قالوا لي ما تبقاش تطول في المقدمة وبقى تختصر لينا الهضرة، واخا ما يكون غير خاطركم. يلا بعجالة نبداو على بركة الله. موضوعنا اليوم هو الفونتازم اللي بزاف ديال النساء ما عارفينوش وبزاف ديال البنات كيسولوا شنو هو. هاد القصة كيعاودها ليا واحد الصديق وبغيت نشاركها معكم ومن هاني تاخذوا فكرة. هاد الصديق ديالي كيقول كان عندي واحد الصديق أمريكي صريح، شحال من مرة هضر ليا على مواضيع شخصية بزاف. واحد النهار عرض عليا نمارس الجنس مع مراته قدامه. في الأول قلت واقيلا كيتفلى ولا يمكن باغي يشد فيا. ساعة السيد كيهضر بكل جدية وفي الحقيقة مراته زوينة بزاف، شمنك يا شعر وشمنك يا زين ويا العينين زرقين. انا ما صدقتش راسي. ملي شافني مصدوم قال لي نخليك تفكر على راحتك ورد عليا الخبار. انا ما كنتش عارف شنو هو هاد الفونتازم، هاد البلان ما باش يتفهم ليا، حتى دخلت وقريت عليه وعرفت باللي هذا سميتو فونتازم، وكل واحد والفونتازم ديالو وشنو كيعجبو. فكرت مزيان ووافقت على العرض ديالو، وكانت ليلة من أحلى الليالي. إلا بغيتوا القصة كيفاش دازت ديك الليلة كتبوها لي في كومونتير ونعاودها لكم. أولا خصنا نفرقوا بين الفونتازم والأورغازم. الفونتازم الفانتازيا أو الخيال الجنسي، وهو واحد الصورة أو فكرة أو سيناريو اللي كيهيج المشاعر الجنسية ديال الشخص، ذكر كان أو أنثى. أما الأورغازم فهو الرعشة الجنسية، يعني بالدارجة الراس، أو ما يسمى كذلك بجبت راسي، يعني كاع الإثارة اللي تجمعات خلال العملية الجنسية كتفرغ على شكل انقباض عضلات الحوض عند المرأة أو القذف عند الرجل. هذه الظاهرة ديال الفونتازم معروفة في العالم من قديم الزمان، غير دابا مع الانترنت زاد بينها أكثر والتعرفات، ولكن بزاف ديال لي فونتازم ما كيخرجوش لأرض الواقع حيت ماشي عاديين، وبعض المرات الزوجة كترفض أو الزوج هو اللي كيرفض. بحال مثلا داك الشخص اللي قال ليه تنعس مع مراته قدامه. شحال من واحد في المجتمع ديالنا عنده فونتازم معين وما كرهش يجربه، ولكن كاينين بزاف ديال الموانع ثقافية اجتماعية أخلاقية ودينية كتخلي بحال هاد لي فونتازم يتكبتوا ويبقاو فقط في الداخل ديال الشخص. اغلب البنات والنساء ما كيقدروش يحددوا الفونتازم ديالهم. علاش؟ حيت ما حاولوش يفهموا راسهم ويكتشفوا ذاتهم ويعرفوا شنو هي الحاجه اللي كتسخنهم. داكشي عندهم ثقيل، ماشي بحال الرجال كيعرفوا راسهم شنو كيبغيو بمجرد ما كيجرب يتخيل شحال من حاجه حتى كيلقى راسو في الحاجه اللي كيبغي. مثلا كاين اللي كيبغي التبادل، كاين اللي كيعجبو التحرر، كاين اللي كيعجبو الرجلين، كاين اللي كيبغي يكون مسيطر، كاين اللي تيبغي يكون كلب خاضع. وهذا الشيء كيبان لي انا عادي جدا في حاله كانوا الازواج بجوج عجبهم الحال ومتفقين عليه. حيت اللي ما كيعرفوش بزاف ديال الناس انه الفونتازم هو واحد الحاجه ضروريه في اي علاقه، حيت كتقوي المتعه الجنسيه وكتخليها لذيذه بزاف. والفونتازم كيخرجكم من داك الروتين اللي فين ما تجيو تنعسوا ديروا نفس المره اللي فاتت، حتى عقلكم حفظ داك الشيء ولا كيجيه ممل، وبالتالي ما كتكونش المتعه المتوقعه. كتساليو دغيا وتجمعوا سراولكم. على الاقل الا ما قدرتوش تطبقوا شي فونتازمات في الواقع عيشوهم مع بعضياتكم. تخيلوا، ديروا سيناريوهات على حسب الفونتازم اللي عندكم. كاين بزاف ديال السيناريوهات اشكال وانواع، واللي ما عارفش يختار سيناريو يدخل عندي الواتساب يقول لي الفونتازم ديالو ونعطيه السيناريو. حيت راه الوقت تبدلات والجنس راه مهم في العلاقه الزوجيه وخصو ديما التجديد، وإلا ما كانش التجديد راه راجلك غادي يهرب ليك يشد التليفون ولا يدخل لشي موقع يتعرف على شي وحده. اللهم تهلاي في راجلك. واش غادي تخسري الا لبيتي ليه الفونتازم ديالو وحتى انت صارحيه بالفونتازم ديالك؟ برعيه ويبرعك، راه غادي نعيشو غير مره واحده. وكيف ما سبق لي ذكرت كاينين انواع كثيره ديال الفونتازم. مثلا كاين اللي كيعجبو يتفكر واحد التجربه جنسيه دازت، كاين اللي كتخيل حبيبها القديم، كاين اللي كيتخيل حبيبته القديمه، كاين اللي كيبغي العنف والاغتصاب، كاين اللي يبغي يكون كلب مدلول، وكاين اللي الفونتازم ديالو هما الرجلين. هاد النوع كيكون بزاف عند الرجال، كيسطيو وكيهيجوا الرجلين، يبوسهم ويركع تحت منهم ويمصهم. وحذاري ثم حذاري الا كان راجلك من النوع اللي كيعجبو يبوس رجليك، حاولي تهتمي بيهم، صبغيهم، غسليهم، رطبيهم، ديري لهم ريحه زوينه باش هكذا كتكون الاثاره عنده قويه والمتعه واللذه ضاربه في السقف.
المهم خلاصة القول عزيزي الرجل عزيزتي المرأة، كنقولها وكنعاودها، راه والله حتى غادي نعيشوا غير مرة واحدة، حياة وحدة اللي عندنا. جلسي مع راجلك، هدروا، صارحوا بعضياتكم بشنو كتبغيو وتمتعوا بحياتكم، وكل واحد يحاول يلبي الفونتازم ديال الشريك ديالو، باش هكذا تكون العلاقة الجنسية مثالية وتخرجوا عن المألوف وتخلصوا من الروتين اللي تسرب البيت النعاس ديالكم بحال شي سوسة ونغص عليكم حياتكم ودمر اللذة ديالكم. تحدي انت وراجلك وحطي يدك في يدو وزيدوا بعلاقتكم للقدام جددوا الله يرضي عليكم ونساو عليكم نعاس جدود. هذا راه زمان آخر وجيل آخر. بالنسبة للكورس ديال العلاقات الجنسية راه متوفر بثمن جد مناسب، كورس خطير جدا اللي غادي يغير حياتك الجنسية وياخدها لعالم آخر. اللي بغى الكورس يتواصل معي عبر الواتساب 06 34 15 40 75. تحياتي مني لكم، أنا أخوكم مصطفى بصالح، شكرا على حسن الاستماع والمتابعة، خليت لكم الراحة وتهلاو في راسكم.